العميل مش دايما جاهز يشتري. كتير من أصحاب البيزنس بيقعوا في غلطة كبيرة جدا، وهي إنهم بيكلموا كل الناس بنفس الطريقة في الإعلان. وده طبعا غلط. ليه؟ لأن العميل عندنا بيمر بثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى، في عميل مش واعي بالمشكلة اللي عنده أصلا. والمرحلة التانية، العميل اللي بيكون واعي بالمشكلة بس مش عارف الحل بتاع المشكلة فين. وفي المرحلة التالتة، العميل اللي عارف مشكلته وعارف الحل بس بيفاضل ما بين حلول مختلفة، بس هو بالفعل جاهز يشتري. فانت لو انت وجهت الاعلان بتاعك او خطبت في الاعلان بتاعك المرحلة التالتة، هتخسر نسبة كبيرة جدا من الناس اللي هي ممكن تتحول لعملاء. عشان كده انت لازم تبدأ الاعلانات بتاعتك بالتوعية. يعني لازم توعي العميل بالمشكلة اللي عنده، وبعدين اعلانات توضح حلول للعميل، وفي الاخر خالص اعلانات البيع المباشر. فانت لازم تبدأ بالثلاث مراحل دول او الثلاث اعلانات دول بالترتيب. ودي طبعا استراتيجية في التسويق، بنسميها استراتيجية الفول فانل ماركتينج. لو انت طبقت الاستراتيجية دي بطريقة صحيحة، هتشوف فرق كبير جدا في النتائج.